كان في شاب قاعد لوحده باصص للسقف وحاسس بضيق كبير. حياته كانت مليانه مشاكل، شغله ضاع، علاقاته كلها اتكسرت، وحاسس انه بعيد عن نفسه وعن ربنا. سأل نفسه ليه يا رب؟ بس الحقيقه ان السؤال لوحده مش بيغير حاجه، اللي بيغير هو اللي بعد السؤال، اللحظه اللي قرر فيها يرجع لربنا بصدق. افتكر دعاء سمعه قبل كده، دعاء سيدنا يونس عليه السلام: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قبل ما نحكي تأثير الدعاء ده عليه لازم نرجع للقصة الأصلية لسيدنا يونس عليه السلام اللي ربنا ذكرها في القرآن. سيدنا يونس كان نبي أرسل لقومه، لكن لما رفضوا دعوته وغضب من تعنتهم قرر إن هو يسيبهم مؤقتا. ركب سفينة مع مجموعة من الناس، لكن السفينة واجهت عاصفة شديدة والركاب قرروا إلقاء أحدهم في البحر لتخفيف من الحمل. وقع الاختيار على سيدنا يونس عليه السلام، فطار في البحر وابتلعه حوت عظيم. تخيل سيدنا يونس كان في 3 ظلمات: ظلمة الليل، ظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت. يعني بالحسابات البشرية مفيش أمل، ولا مخرج ولا صديق ولا خطة، مجرد وحشة وضيق شديد. وهنا جه الدعاء العظيم اللي ربنا أحبه وأثنى عليه في القرآن. ربنا بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الدعاء في حديث صحيح وقال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. سيدنا يونس عليه السلام قال الدعاء بكل صدق، وربنا استجاب له ونجاه من الضيق. ربنا بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الدرس واضح جدا، مهما كانت الظلمات كبيره، مهما ضاقت الحياه، رجوعك لله بدعاء صادق بيخلق بدايه جديده. نرجع للشاب لما قال الدعاء ده بصدق، بدا يحس بالراحه لاول مره، حتى لو حياته ما اتغيرتش لحظه بلحظه، قلبه بدا يهدى ونظرته للحياه اتغيرت. دلوقتي اقدر اقول لك على امثله واقعيه، مثلا بنت فقدت صديقتها المقربه بعد خلاف كبير، كانت حاسه ان حياتها انتهت، لكنها بعد فتره فهمت ان الابتعاد كان حمايه لها من علاقه مؤذيه. شخص خسر شغله وكان محبط، لكنه قرر يبدا من جديد، وفعليا بعد شويه وجد فرصه افضل بكتير. واحد غلط غلطات كبيره وكان شايف ان مفيش رجوع، لكن لما رجع لله بصدق ربنا فتح له باب جديد وحياته اتغيرت للافضل. اللي مشترك بين الناس دي كلها انهم في لحظه صدق مع ربنا ومع نفسهم وقفوا وقالوا: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الدعاء ده مش مجرد كلمات، ده اعتراف بالخطا، تسليم لله وثقه بقدرته. والحكمه هنا الاعتراف بالغلط والاعتماد على الله بيخلي الانسان اقوى واهدى واقدر على مواجهه حياته اليوميه. الشاب ده بدا يطبق الدروس دي لما زعل مع صديقه، وقف وفكر وقال: مفيش حد هينقذني غير ربنا. لما ضاع شغله قال: سبحانك يمكن ده الافضل. لما اكتشف انه قصر في عباداته قال: اني كنت من الظالمين، اصلح اللي اقدر عليه. وبعد فتره حياته بدات تتحسن، مش بس لانه قال الدعاء، لكن لانه فهمه وعاشه وحاول يطبقه في الواقع. الموعظه هنا لاي حد حاسس بالضيق او الخساره او الذنب: ابدا بكلمه صادقه من قلبك: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. والحكمه النهائيه: مش كل المشاكل هتتحل فورا، لكن التغيير جواك هو البدايه الحقيقيه لكل حل. فكر كده في سيدنا يونس، ربنا خرجه من الظلمات، فانت كمان ممكن بالصدق مع الله والدعاء المستمر تبدا حياه جديده مليانه امل وراحه. وما تنساش وانت بتدعي تفتكرنا معاك في الدعاء، وتشارك الفيديو دوت مع كل اصحابك، يمكن تكون سبب ليهم في الخروج من ظلماتهم. سلام.